صباح الخير، صباح الخير لكل فلسطيني وفلسطينية، صباح الخير لنسائنا، رجالنا، أطفالنا، شيوخنا، صباح الخير لأسرانا الغواسل. يسعدني أن أتحدث إليكم باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية برفح، وأدعوكم للمشاركة في يوم المشي الفلسطيني. هذا اليوم الذي أطلق بمبادرة من الدكتور محمود الشيخ علي رئيس مركز ابن النفيس. ويشرفنا أن نكون شركاء معه في هذا اليوم في تنفيذ هذه الفعالية برفح. وبصراحة إحنا كاتحاد لجان مرأة فلسطينية وكمؤسسة نسوية مكرسين اهتمامنا لهذا اليوم لعدة اعتبارات. أولاً إنه الأهمية أو تكريس أهمية يوم المشي أو أهمية المشي في حياة كل إنسان فلسطيني ومردوده الإيجابي على الصحة. ثاني إشي إن إحنا بنعزز دور المشاركة المجتمعية في جميع الأنشطة اللي بتناسب اللي هو شعبنا وبتناسب حياتنا. يعني إحنا بهذا اليوم بنحب إنه كل نساء فلسطين يكونوا مشاركات في هذا اليوم. أولاً لكسر الحاجز الاجتماعي وكسر الحاجز النفسي اللي بيتعامل منه النساء الفلسطينيات، وإنه هذه المبادرة كفيلة بأن تخرج المجتمع الفلسطيني من اللي هو الطور العامل النفسي اللي بنعيشه جراء الحصار وجراء بعض الضغوطات النفسية اللي بعاني منها شعبنا من الانتهاكات اللي صارت له الفترة الأخيرة. ثاني شيء إنه والشيء المهم إنه إحنا بنأكد على إنه هذه المبادرة بصراحة وبكل قوة هي دقة جدار الخزان، دقة جدار الخزان بمعنى الكلمة، إنه ندعو شاب يدعو لمبادرة من هذا النوع، مبادرة وطنية وتحمل اسم يوم الفلسطيني للمشي، واللي بده يترسخ كيوم للمشي الوطني الفلسطيني، فهذا نحن نكون فخورون به كاتحاد رجال مرأة فلسطينية، وإننا شركاء أوائل مع اللي هو مركز ابن النفيس في هذه الفعالية. بصراحة أنا بأتمنى إنه بهذا اليوم إنه كل غزة تمشي، مش بس برفح وغزة. أنا بدي غزة من بيت حنون لرفح تكون تمشي، كل واحد من في مكانه، اللي مش هيتمكن يروح على غزة أو مش هيتمكن يجي على رفح في منطقته، عبسا في منطقتها، الوسطى في منطقتها، بيت حنون في منطقتها. خلي هذا اليوم يكون فعلا يوم للمشي ويوم لتعزيز هذه المبادرة. بصراحة بهذه المناسبة وهذه الفعالية بأهيب بكل رجالات المجتمع بكل شخصيات المجتمع انهم يكونوا موجودين بالصفوف الاولى. اولا انا اشكر اللي هو برفح، اشكر رئيس البلديه، اشكر شخصيات المجتمع، اشكر اداره نادي شباب رفح، اشكر كل الشخصيات اللي رحبت في المشاركه معنا وراح تكون معنا في يوم السبت ان شاء الله، واللي حننطلق فيه برفح، حننطلق من نادي شباب رفح الساعه 6 صباحا. اشكر كمان اللي هو قاده الكشافه برفح، برضه في كل باسم ورقه بيقول لي كمان حيكونوا موجودين في برلماناتنا في المدارس اللي حيكونوا موجودين. يعني بصراحه احنا حابين نعمله يوم اللي هو يتجسد فيه معنى اللي هو انه الشعب الفلسطيني هو شعب يشارك في كل شيء بيلزم وفي كل شيء هو بيشوفه ايجابي له. بصراحه اشكر كمان اللي هو الدكتور محمود الشيخ علي لاختيارنا ان نكون شركاء معه في هذا اليوم. ابى اقول له يعني انه هو كصديق وكشاب بالمجتمع انه انت بصراحه خليت الشعب الفلسطيني انه كله ند. يعني دائما غسان كان يقول لا تمت قبل ان تكن ندا، انت خليت الشعب الفلسطيني في المبادرات هذه مبادرات سابقه اطلقتها انه فعلا الشعب الفلسطيني خلق ليكون ند لكل معيق يعيق حياته، لكل مشكله تواجهه. انه اذا الشعب الفلسطيني بيطلع الساعه 6 الصبح ليثبت ايمانه بذاته ويثبت رغبته في شيء هو بده اياه، فاحنا فعلا ان احنا شعب قادر على انه ينتصر في اي وقت بده اياه، وقادر في انه يحقق ذاته في اي وقت بده اياه. بصراحه انا كمسؤوله لاتحاد لجان المراه الفلسطينيه برفح اتشرف بان اكون موجوده في هذا اليوم على صعيد محافظات غزة، وأتشرف في المشاركة في يوم المشي الفلسطيني. أتشرف أني كإطار نسوي كمؤسسة نسوية أكون المؤسسة الأولى التي شاركت مع مطلق هذه المبادرة في تثبيتها وكيوم وطني فلسطيني في رفح. كل الاحترام لكل من سوف يشارك معنا، وكل الاحترام فمن منعته ظروفه بعدم المشاركة معنا، وإن شاء الله يكون يوم فلسطيني بامتياز، يوم فلسطين تتقدم الصفوف الفلسطينية، يوم فلسطين يتقدم كمان علم فلسطين، علم
واحد لا فقط لا غير انه عشان نعزز مفهوم اليوم الفلسطيني المشي، لازم نعزز مفهوم اللي هو علمنا رأي واحد بس تكون في هذا اليوم لفلسطين، لتجمع كل هذا من الشعب الفلسطيني. بتمنى النجاح لنا كلياتنا، بتمنى ربنا يوفقنا، بتمنى الكل يشارك في هذا اليوم، بتمنى كمان الرياضيين تاعونا يشاركوا في هذا اليوم. كل الاحترام وشكرا كثير لكم، ونلقاكم يوم السبت ان شاء الله.